الشطارة أنا معايا إيه وبصور إيه وأقدر أستخدم التكنولوجيا دي لخدمة العمل. التكنولوجيا كبرت قوي وبقت عظيمة قوي، فبتستخدم أحيانا استخدام غلط قوي. فبقى الناس الأجهزة هي اللي بتشغلهم، مش هم اللي بيشغلوها. مهما تقدمت التكنولوجيا لازم يبقى مرتبطة بالمضمون والموضوع، وليس بالإبهار لمجرد الإبهار اللي يفسد أحيانا العمل. أنا سألت مرة الأستاذ علي برهان سؤال، قلت له هل التكنولوجيا والتقدم العلمي أفاد يعني السينما والدراما يعني أكثر من عصر الأبيض والأسود؟ فكانت إجابته لا. نحن الاثنين هنتكلم فيها أنا وصديقي العزيز محسن. طبعا الآلة دي اللي بتشتغل بنستخدمها ليها إمكانيات. أول ما اخترعوا الكاميرا اللي بيصور لازم يقعد، لو شفت الصور الفوتوغرافية بتاع زمان قاعد حاطط ايديه على رجليه، اوعى تتحرك ثانية، لو رمش بعينه باظت الصورة، لو عمل ايده كده تطلع الايد دي حاجة كده تايه، لأن إمكانية الكاميرا كده. فيعملوا تكنيك يتلائم مع إمكانية الكاميرا، فالكاميرا تطورت وتطورت وتطورت، والحركة بيها بقى كانت بتستخدم أجهزة بدائية بسيطة لحركة الكاميرا، وتحطها على حاجة. اخترعوا الشاريو والكرين، والكاميرا بتطير في الهواء دلوقتي وبتعمل حاجات كتيرة جدا. الشطارة أنا معايا إيه وبصور إيه وأقدر أستخدم التكنولوجيا دي لخدمة العمل. التكنولوجيا كبرت قوي وبقت عظيمة قوي، فبتستخدم أحيانا استخدام غلط قوي. زي ما أنا مرة كنت في مش فاكر السعودية ولا في بلد، بروح أصور كده وأمشي ما قعدتش، فمصورين الملك، وفي حاجات يعني هم عاملينها مش أنا اللي عاملها، بتفرج كده، ففي اوبشن جديد ان يحركوا الشخص ويخلوه يتنطط كده، فقاموا حاطين الملك عمال يتنطط زي القرد. قلت لهم عيب، قلت لهم دي عيب جدا، ما تحطوش اللقطه دي، الجهاز فيه يعمل التكنيك ده. فبقى الناس الاجهزه هي اللي بتشغلهم، مش هم اللي بيشغلوها. انا قدامي اعظم كاميرا في الدنيا، انا دماغي فيه ايه واحساسي ايه وبصور ايه وبصوره ليه، المضمون. فبالتالي مهما تقدمت التكنولوجيا لازم يبقى مرتبطة بالمضمون والموضوع، وليس بالإبهار لمجرد الإبهار اللي يفسد أحيانا العمل.